السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اتسألت على نظافة مطبخي، ازاي مطبخك طول الوقت نظيف، ازاي مطبخك كبير كده وقادرة طول الوقت تخليه نظيف. هقول لكم على الطرق اللي انا بنظف بيها مطبخي، هقول لكم كمان ازاي تنظفوا المطبخ من غير ما تتعبوا ان شاء الله باذن الله. الفيديو بتاع النهارده حلو جدا جدا. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. ازاي بحافظ على نظافة مطبخي؟ هقول لكم على 3 طرق اللي انا بستخدمهم واكتر طريقة بحبها فيهم. اول طريقة معانا وهي التنظيف الكلي، تاني طريقة التنظيف الجزئي، تالت طريقة التنظيف اليومي. التنظيف الكلي انا بلجأ له لما اكون سبت المطبخ فترة طويلة جدا وما نظفتوش، وده طبعا بيكون في ظروف امتحانات او مناسبة في العيلة كل يوم بننزل، فبضطر للأسف ان انا ألجأ للتنظيف الكلي. والتنظيف الكلي ده انا مش بنصح بيه للناس اللي عندها مطابخ كبيرة زي ما انتم شايفين كده، لان بجد بيكون مرهق جدا جدا. لان طبعا ببتدي انظف المطبخ حتة حتة، التلاجة، الديب فريزر، السيراميك اللي انتم شايفينه ده، الدواليب كلها، فبجد بيكون مرهق عليا جدا جدا. عشان كده ما بنصحش الناس اللي مطبخها كبير انها تنظف تنظيف كلي، ولكن طبعا بنصح الناس اللي مطبخها صغير، في ناس بتبقى مطابخها صغيرة جدا، انصحها بالتنظيف الكلي لانه مش هياخد معاها وقت وكمان مش هتتعب. طيب ده التنظيف الكلي. التنظيف بقى الجزئي، التنظيف الجزئي ده وانا اللي بحبه صراحة لانه بيكون سهل عليا جدا. ببتدي كل اسبوع اخد جزء من المطبخ وانضفه. يعني مثلا هاخد الدولاب اللي انتوا شايفينه ده اللي في الوش، الجزء ده بس، وهبتدي ان انا انزل الاطباق وانزل كل الكاسات والحاجات الموجوده فيه، والحاجه اللي طبعا مش نظيفه هبتدي ان انا اغسلها، وبعد ما اغسلها اصفيها من الميه وانشفها كويس جدا وارجعها مكانها، واجيب الملمع والمع الدولاب من فوق، وبكده يبقى الجزء ده خلص. الاسبوع اللي بعده ابتدي اخد جزء تاني زي ما انتوا شايفين. كل اسبوع باخد جزء من المطبخ، اخد مثلا الحاجات اللي فوق الرخامه كلها، اخد الجزء ده او الجزء ده، يعني اقسم المطبخ بتاعي على اجزاء. وده انا برشحه جدا للناس اللي مطابخها كبيره، لان بجد بيسهل عليكي كتير. انك كل اسبوع تاخدي جزء هتلاقي نفسك طول الشهر المطبخ بتاعك زي الفل. عشان كده انا بنصح الناس اللي المطبخ بتاعهم كبير ياخدوا التنظيف الجزئي. مرة نعمل دولاب، مرة نعمل بوتاجاز من جوه ومن بره، مرة نعمل تلاجة، مرة نعمل ديب فريزر. الموضوع هيسهل عليكي كتير جدا جدا. تمام؟ يبقى التنظيف الكلي انصح بيه الناس اللي عندها مطابخ صغيرة، والتنظيف الجزئي للناس اللي مطابخها كبيرة. هتلاقي المطبخ طول الوقت نظيف وزي الفل. طيب التنظيف اليومي، التنظيف اليومي ده برضو انا بنصح بيه لو مطبخك صغير او مطبخك كبير، يعني ممكن دول وممكن دول. طيب التنظيف اليومي ده عبارة عن ايه؟ النهاردة انا واقفة بعمل الغدا في البيت عادي جدا زي اي يوم، او ان انا بخزن حاجات في الديب فريزر. المهم ان انا واقفة في المطبخ بتاعي، ابتدي اخد جزء من المطبخ وانضفه، جزء صغير جدا. يعني مثلا ممكن اقول ضرفة واحدة بس، انزل الحاجة اللي فيها وانضفها واظبطها وارجعها مكانها تاني. تمام؟ الموضوع ده سهل جدا جدا. يعني مثلا اخد الضرفة بتاعة الخزين وابتدي اظبطها وارص الحاجة من جديد وارجعها مكانها، وهكذا. تاني يوم اروح مثلا واخده العجان بتاعي، حسيت انه مطرب، اروح واخداه غسلاه كويس جدا ومنشفاه ومرجعاه مكانه. مره الخلاط، مره الكبه، مره امسك البوتاجاز انضفه من جوه ومن بره بالباور وامسحه، مره اخد الشفاط، الشباك، الفرن الكهرباء. التنظيف اليومي ده وانتي بتغسلي المواعين بتاعه الغدا تبتدي ان انتي تاخديه كل يوم كل يوم كل يوم، حاجة بسيطة جدا جدا. هتلاقي ان طول الوقت مطبخك زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، مش محتاج اي حاجة.
صح ولا لا؟ طول الوقت، طول ما بتاخدي حاجه من مطبخك هتلاقي مطبخك زي الفل ونظيف. وطبعا المطبخ ده المكان اللي احنا بنعمل فيه الاكل، فبجد بجد ما ينفعش انه يتبهدل، ما ينفعش انه يكون مش نظيف. لازم طول الوقت المطبخ يكون بالشكل ده، ده المكان اللي احنا بنعمل فيه الاكل، فما يصحش خالص انه يكون مش نظيف او متبهدل، او ان احنا نسيبه بقى بالشهور ونلاقي الدهون فوق السيراميك. بجد حاجه صعبه جدا جدا. ما اقدرش اسيب المطبخ مش نظيف، يعني ممكن اجل اي حاجه بس الا المطبخ. تمام؟ فخدوا بالكم من المطبخ بتاعكم، وطول الوقت كل ما تنظفوه بسرعه كل ما تتعبوش خالص. يعني ممكن الحاجه اللي انتوا ممكن تعملوها فتره طويله جدا جدا، لو انتوا ايدكم طول الوقت في المطبخ هتلاقوا ان انتوا مش بتتعبوا خالص، وده عن تجربه والله. طول ما ايدكم في المطبخ ما بتاخدوش وقت خالص وانتوا بتنظفوه. عشان كده طول الوقت خلي ايدك في مطبخك، خلي الباور طول الوقت في المطبخ. انا عملت معاكم فيديو قبل كده تنظيف المطبخ، وخدت معاكم خطوه خطوه، ونزلنا الحاجه اللي على الرخامه ووريتكم ازاي تمسحوا وتغسلوا كل حاجه. متصور الفيديو اسمه تنظيف المطبخ من غير ولا نقطه ميه في الارض. فعلا تنظيف المطبخ من غير ولا نقطه ميه في الارض. غسلت معاكم الحاجه ومسحت معاكم الحاجه وكل حاجه رصيناها مع بعض. هسيب لكم اللينك في اول كومنت عشان ترجعوا له. بجد فيديو حلو جدا جدا ومفيد قوي قوي قوي. ارجعوا الفيديو شوفوه، هتستفادوا منه جدا. بس هو ده اللي انا حبيت ان انا اقوله لكم النهارده، لان بجد بتسال السؤال ده. الناس شايفين ان انا بعمل مجهود كبير جدا في المطبخ. لا والله، انا ما بحبش اسيبه يتبهدل خالص. طول الوقت ايدي فيه، يا اما تنظيف جزء يا اما يومي او كلي لما اكون مضطره، طبعا زي ما قلت لكم لو في امتحانات او في حاجه. بس هو ده الطرق اللي انا بنظف بيها المطبخ. طرق سهله جدا وبسيطه، ولو اتبعتيها في بيتك ان شاء الله باذن الله هيكون مطبخك زي الفل طول الوقت. ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اهم حاجه انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، بجد بيبسطني كتير جدا. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي مشتركش في قناتي شرفني جدا جدا الاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش كومنت حلو منكم بيفرق معايا كتير جدا جدا. بكون مبسوطه جدا عشان اعرف رايكم. لو حبيت ان انا اعمل لكم فيديوهات جديده اكتبوا لي برده في الكومنتات ايه نوعيه الفيديوهات اللي انتوا حابينها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، تكونوا انبسطتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.